إلينا أحمد المسالمة الناشط الإعلامي عن درعا ورفيها. مرحبا بك أخي أحمد المسالمة، ما هي آخر المستجدات لديكم اليوم في درعا ورفيها؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة الإخوة المشاهدين لقناة الجيش السوري الحر. كان هناك متجرة مروعة ارتكبتها قوات النظام في درعا البلد بحي العباسية، أو في درعا البلد بأحياء درعا البلد، حيث قامت بإلقاء الصواريخ الفيل التي استهدفت منازل المدنيين، وتبع ذلك قصف مدفعي وقذائف هون استهدفت منازل المدنيين. أيضا هناك 7 من الشهداء من عائلة واحدة ارتقوا نتيجة سقوط صاروخ الفيل على منزل كانوا ينامون به هؤلاء الأطفال الذين هم الآن طيور في الجنة. 4 أطفال وسيدتين ورجل من نفس العائلة ارتقوا شهداء، وهناك أيضا عدد من الجرحى بحالات خطرة جدا نتيجة هذا القصف الهمجي الذي استهدف منازل المدنيين في درعا البلد بالأحياء المحررة بصواريخ الفيل التي تطلقها قوات النظام من حي المنشية الذي ما تزال تسيطر عليه. هذه الصواريخ تبعها قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة من قبل هذه القوات، واستهدفت أيضا طحي طريق السد، واستهدف مخيم درعا برشاشات ثقيلة وأيضا بقذائف المدفعية استهدفت هذه المناطق. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء وكل شهداء هذه الثورة المباركة التي ستقضي على الأسد. قامت الجيش الحر باستهداف المربع الأبني في مدينة درعا بقذائف الهاون والمدفعية مستهدفا المجمع الحكومي ردا على هذه المجزرة. وهناك غضب من الأهالي ويقولون ليس هذا بالرد الكافي، ولا نريد منكم أن تردوا بهذا الشيء القليل والخفيف، ولا تقولوا أننا ردينا، إنما قوموا بافتتاح معارك لتردوا على هذا القصف الهمجي، على هذه الهدن المزعومة التي يقول عنها النظام، ويقصف المدنيين ويغتال المدنيين ويقتل المدنيين إن كانوا أطفالا ونساء فله ولا يفرق بين أحد. أيضا كان هناك استهداف لقوات النظام المتواجدة في شرق بلدة اليدودة، حيث كانوا يحاولون تفخيخ أحد المنازل، فكان الجيش الحر يقوم بكمين لهؤلاء وأوقعهم بهذا الكمين، فأوقعهم بين قتيل وجريح عندما فجر بهم المنزل الذي حاولوا التسلل إليه واقتحامه وتفخيخه وتفجيره، ولكن الجيش الحر كان أقوى من ذلك. بعد 5 أيام من تفجير المنازل الجيش الحر تمكن من الرد على قوات النظام، وتمكن من تدمير هذه المجموعة الهندسية التي حاولت التقدم إلى شرق بلدة اليدودة في الجهة الغربية من محافظة درعا. هناك تفجير لدشمة يطلق عليها دشمة علي التي تتحصن بها قوات النظام، قوات داعش على سد سحم الجولان بعد التسلل إليها وتفخيخها، مما أدى إلى مقتل وجرح الكثير من الدواعش بالمنطقة. وشهدت بلدة عين ذكر تحشدات لهذه القوات من داعش على أطراف حاجز العلان. أيضا جرت اشتباكات وتبادل الجيشين النيران من أسلحة رشاشة استهدف الجيش الحر قوات داعش في هذه المنطقة. وقبل قليل ارتقى 4 أطفال من منطقة اللجاء وسقط جرحى آخرين كانوا بسيارة مدنية يمرون على طريق المليحة الغربية ناحية، مما أدى إلى انفجار لغم من مخلفات قوات النظام بسيارتهم التي كانت تقلهم بهذه المنطقة. قوات النظام أيضا قصفت أطراف ومحيط بلدة مدينة بصر الشام بالجهة الشرقية من ريف درعا الشرقي. إلى هذه اللحظة 11 شهيدا في محافظة درعا، 7 منهم بدرعا البلد بمجزرة بصواريخ الفيل، وأخرى مجزرة أخرى بالمليحة الغربية ب4 أطفال من أهلنا من منطقة اللجاء. نسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء. نعم، أحمد المسالمة الناشط الإعلامي عن درعا ورفيها، عظم الله أجركم، نسأل الله الفرج. يعني لن نضع هذه المجازر في رسم الجيش الحر لأن قادته ربما